قوية أصحاب. ده الجزء التاني من بطلتنا البسكوتاية، بس ممكن تعورك. وده ملخص سريع ل6 حلقات السابقة علشان لو نسيتوا الأحداث. دي بطلتنا آجين، بنت تعرضت لعنف وتنمر من وهي صغيرة. شافت أبوها بيخلص على مامتها، وبعدها اتجوز واحدة تانية وعيشتها بقت منيلة ب60 نيلة. وده علمها تبقى ذكية وباردة وتعرف تستغل الناس كويس جدا. وهي في المدرسة انتقمت من كل اللي أذوها بخطة محكمة، واعتمدت على صديق طفولتها جون وزميلها جي أو. وحياتها اتشقلبت لما أبوها سرق فلوسها ومنعها تكمل دراستها في كلية الحقوق، فاشتغلت في كافيه واستغلت صاحب المكان علشان تخلص من أبوها اللي اتقتل، وصاحب الكافيه هو اللي لبس التهمة دي. وهي خرجت منها بمساعدة مديرة قوية جدا دخلتها عالم التمثيل والنجومية، وبدأت تواجه منافسين وممثلات بيحاربوها زي لينا، لكنها بكل هدوء استخدمت جمالها وذكائها وتلاعبها النفسي علشان تسيطر على كل اللي حواليها وتتقرب من الأشخاص اللي يرفعوها للقمة. أول 6 حلقات بيورونا إزاي بنت مجروحة اتحولت لنجمة خطيرة مستعدة تعمل أي حاجة علشان قوتها وشهرتها. فتعالوا نكمل أحداث مسلسلنا، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وقفنا عند بطلتنا لما كانج اعترف بمشاعره ليها، وبكده خلاص ارتبطوا رسميا وبقوا ثنائي الموسم. وجون لسه مرمي على الأرض مضروب مسحول، الحب دايس على وشه رايح جاي. ولينا مش مقتنعة، ليه ممكن إنسان يقبل على نفسه الضرب ده كله بسبب كلمتين اتقالوا على واحدة مش معبرة أساسا؟ بس الأخت لينا أصلا مش فايقة إنها تعاتب وتناقش، هي مسطولة ومش شايفة قدامها دلوقتي. فجون ركبها العربية لكن تليفونها رن فجأة، وهو رد بدلها وبيكون ابن عمها الصحفي اللي كان واقف بعيد وبيصور آجين، واتصل عليها علشان ينقل لها الخبر، وهو سويسي كده وحراق. وجون سمع كل حرف عن القبلات والأحضان والرومانسية، وقلبه كان بيغلي من الغيرة والحقد. بس فكركم هيخلي عنده دم وكرامة ويطنشها؟ طبعا لأ، لأن جون كلمها وقال لها خلي بالك، الصحفي ابن عم لينا صورك. والخبر غرق السوشيال ميديا كلها في اليوم التاني. وميري قالت لها انتي مش عارفة ان خبر زي ده ممكن يأثر على سمعتك ويقولوا عنك مجرد نزوة، لأن كانج لسه منفصل عن لينا من أسبوع. فبطلتنا ابتسمت بكل هدوء وقالت لها احنا بنحب بعض، وعلاقتنا علاقة حقيقية مبنية على مشاعر صادقة. أيوة طبعا واحنا شاهدين. وكان دي كمان علشان يقنع ميري بحبهم ومشاعرهم القوية لأنه غبي وعلى نياته. وبالليل قابلت الصحفي ابن عم الحربوقة واتفقت معاه يصورها مع كانج ويكتب عنهم مقالات وأخبار ويخليهم دايما تحت الأضواء ويبطل يتجسس عليها من تحت لتحت، وهي هتديله فلوسه طبعا، لأن الناس مهووسة بحياة المشاهير وحياتهم العاطفية، وهي بتحب تطلع ترند في أي حاجة. الأحسن إن هو يصورها وهي تديله فلوس. والصحفي وافق لأنه كلب فلوس وطنش لينا واللي جابوها، وبكده عملت اللي هي عايزاه. كوريا كلها مبقاش عندها سيرة غير آجين وكانج وقصة حبهم العميقة. بعدها بنشوف المانجر بتاعت آجين نازلة وراها موعد، فأجين ابتسمت ودعمتها وشجعتها وقالت لها روحي للميك اب ارتست وظبطي نفسك وعيشي حياتك، بس أهم حاجة اوعي ثم اوعي تسكري، لأن لسانك بيقع منك لما بتسكري. فالبنت ابتسمت لها بحب وراحت الموعد اللي بالأساس طلع موعد مدبر أو فخ من تخطيط آجين اللي بعتت جي أو علشان يوقعها بالكلام ويخليها تطلع كل الأسرار اللي في بطنها. فبدأ يمسك ايديها ويطمنها ويحب فيها ويصب لها كاس ورا التاني ورا التالت لحد ما سكرت، وبدأت تحكي عن حادثة العربية وإن لينا وقتها كانت سكرانة طينة ومش شايفة قدامها، والهبلة دي هي اللي شالت الليلة بدلها. وجي أو قاعد يسجل كل حرف وكل سر. وفي اليوم التاني لينا كانت في الشركة وهي متعصبة ومتضايقة لأن ما عادش بيجيلها شغل ولا إعلانات، وميري قالت لها كل ده بسبب الفيديو بتاعك اللي اتسرب، ما حدش قالك تمدي ايدك على أجين. فخرجت وهي شايطة ووصلت لها رسالة بفيديو المانجر وهي بتفضح أسرارها، وبطلتنا الشيطانة واقفة وراها بكل ثقة وقربت منها بابتسامتها الصفرة الخبيثة. مش قلتلك بلاش أنا وبلاش تلعبي معايا؟
انت اللي ما سمعتيش الكلام. ارجوكي يا اجين قولي انك ما نزلتيش الفيديو ده، ما تخليش حد يشوفه، كده حياتي هتتدمر. فاجين بصت لها بكل غرور. هو انت لسه شفتي حاجة؟ ده انا هخليكي تندمي ندم عمرك على اللي انت عملتيه فيا. وفجأة تليفون لينا ما بطلش الاشعارات نازلة مطر على تليفونها. خلاص كده مسيرة لينا الفنية انتهت وسمعتها بقت في الزبالة، وبطلتنا سابتها والعة ومشيت. ولما نزلت للمانجر بتاعتها بصت لها بكل هدوء وغضب مزيف. مش حذرتك وقلتلك ما تسكريش؟ لانك زي البقرة مش هتعرفي تسكتي. فقالت لها انا اسفه والله ما كانش قصدي. قصدك ولا ما قصدكيش، انا كده مش هعرف اشتغل مع واحده فتانه ونمامه وقبلها كانت جاسوسه بتشتغل ضدي. فوريني عرض كتافك، انتي مطروده. وبكده اجين فضت الساحه كلها حواليها، وهتفضل الكينج والرومانسيه الرخيصه اللي ناويه تعملها. قربت من عيلته وبقت واحده منهم، وبعدها بدأوا يخرجوا يتصوروا ويعملوا كل حاجة مع بعض. حياة لطيفة وهادية مليئة بالحب والدفء والفراشات. طيب راعي مشاعري أنا وجون وجاي أو والسنجولات، مش كده طيب؟ وكان اتعمق في الحب ده لدرجة إنه فتح لايف للفانز بتوعه وقعد يحب فيها قدامهم، وطلب منهم يدعموها لأنها بقت كل حياته. ولينا الحربوقة حاولت تختفي عن الأنظار وتفضل حوالين جون، وراحت له البيت علشان تقنعه يروح معاها عرض فيلم أجين الجديد. وطبعا هو مرفضش، مش علشان خاطر الحربوقة، لا خالص، هو عايز يشوف حبيبة قلبه ويتأملها، لأنها من ساعة ما ارتبطت وهي ما بقتش بتكلمه أو بتتصل بيه حتى لو بالغلط. ويا ريته ما راح، الراجل كان فاضل له شوية ويخطفها ويغز كانج بالسكينة ويهرب، لكنه حاول يسيطر على أعصابه ويتأملها ويتأمل نظراتها اللي بتقدر تكلمه وتسرق قلبه حتى لو من جوه شاشة العرض. ولما العرض خلص رجعت مع كانج البيت، وكانت حاضنة ايده طول الطريق وبتمدح ريحته اللطيفة اللي بتحسسها بالدفى والأمان. وهو كان مبسوط وأخيرا لقى الراحة والسعادة اللي كان بيدور عليها بقاله سنين طويلة. بينما جون رجع البيت لقى عمله الأسود مستنيه اللي هو جاي أو، ماسك الكتب بتاعته وقاعد بيقرأ فيها. هو أنت بتلف في الشوارع لنص الليل بدل ما تقعد في بيتك وتألف لك كتابين؟ فقال له خليك عايش في دور الزوجة كده وأنا هغير باسورد الباب. فجاي أو سأله عن معنى اسم الكتاب بتاعه، شريك الجريمة. بس جون طنشه وقعد بكل هدوء يسمع مزيكته المفضلة. وجايو دخل يبحث عن المعنى بنفسه، فسأله هي أجين كلمتك؟ لا ما كلمتنيش، وده معناته إنها كويسة لأنها ما بتكلمنيش غير لما يكون في مصيبة. وهما الاتنين قاعدين حاطين ايديهم على خدهم كده مش عارفين يخطوا خطوة من غير أوامرها أو كلامها. بقت لما المدعوس على خيب الرجا. وفجأة أم جون اتصلت عليه لكنه طنشها، وجايو استغرب وهزقه، ده انت ابن عقل صحيح، بس يا حبيبي انت قلبك ابيض مش عارف حاجة. وطبعا الحيزبونة دي عايزة منه فلوس، هي مش بتتصل عشان تطمن عليه مثلا. وبنعرف ان جده حالته الصحية بقت أسوأ من الأول، وجون أمر الخدم محدش يقول لمامته أي حاجة عن مرض جده، ولو جات القصر يطردوها. فالحيزبونة ما سكتتش، شايفة ابنها ما بيردش عليها، تقوم تعمل ايه بقى؟ تجيب حد يفسخ لها الباب والباسورد علشان تدخل تاخد فلوس بنفسها. فدخلت البيت وبدأت تدور، وفجأة لمحت ملف، ولما فتحته عرفت إن ابنها من أكبر المستثمرين في شركة آجين. فاتعصبت جدا، يعني ايه ابنها يخلص فلوسه على واحدة زي دي وهي لسه عايشة؟ يعني هي مامته أولى بالفلوس. فراحت الشركة وهزقت بطلتنا وهددتها كمان، وقالت لها ان جون عيل ابن حرام، وانه ولا هي ولا حتى آجين ولا جون نفسه يستاهلوا مليم من فلوس جده، لان كلهم بيضحكوا عليه. وفي اليوم التاني بطلتنا كانت في جولة في المول، وفاكرين الحربوقة سونج اللي كانت معاها في المدرسة ظهرت تاني وبقت فقيرة وشغالة في محل جزم. ولمحت آجين وقد ايه هي مشهورة وجميلة، وطبعا سونج دي تطيق العمى ولا تطيق انها تشوف آجين مبسوطة. وزي عوايد كوريا اي فنان بيتشهر لازم يطلع حد يخرب حياته. سونج فضلت تنزل بوستات عن ماضي آجين وانها عملت تلاعب في نتائج المدرسة وسرقت النتيجة بتاعتها وقد ايه هي مجنونة ومتنمرة. وجاي او شاف الاخبار دي وعرف مصدرها على طول، فحاول يدافع عنها وينزل فضايح سونج كلها لحد ما خافت ومسحت الكلام اللي كتبته عن آجين. بس بعد ما الموضوع كبر وأثر على مسيرتها الفنية.
وبعدها بنشوف كانج مسافر في رحلة عمل، وكان قلقان على حبيبته علشان تعبانة وخايف عليها تبات لوحدها وهي بالشكل ده، لكنها طمنته إنها هتنام وهتبقى كويسة. بس الكوابيس مش سايباها في حالها، وأول ما صحيت لقت الجدة واقفة على الباب ومرضيتش تخبط علشان ما تقلقهاش، فأجين دخلتها على طول علشان ما تاخدش برد، والست عملت لها أكل واعتنت بيها، وأجين قاعدة مصدومة ومستغربة، مشاعرها متلخبطة لأن دي أول مرة حد بيعتني بيها كده ويخاف على صحتها ويحتويها ويعمل لها أكل كمان. قلبها اتعود على البرود والقسوة، بس الجدة دي حضن دافي حنين دوب الجليد اللي حوط قلبها، خصوصا لما نامت جنبها وقالت لها انتي واحدة من عيالي وهدية ربنا ليا. وبدأت تحكي لها عن القطط اللي بتعتني بيهم وبتحط لهم أكل، وللأسف ما بتقدرش تدخلهم البيت علشان أخو كانجا عنده حساسية، فهي سايباهم على السلم وبتطلع تحط لهم أكل من الوقت للتاني. وآجين سمع كل كلامها وحنية قلبها وسألتها كل الناس شايفيني شريرة وقاسية وانتي شايفاني ازاي يا تيتا؟ فالست حضنتها وقالت لها انتي حنونة ولطيفة وكل اللي بيتقال عنك مجرد شائعات، أنا عارفة ان اللي جواكي ده قلب أبيض. وفي اليوم التاني جين ادتها باسورد الباب وقالت لها لما تيجي ادخلي البيت على طول وما تفضليش واقفة برا علشان ما تاخديش برد. بينما ميري راحت تزور كانج في الأوتيل وتطمن عليه، فقال لها برأيك هو أنا أستاهل السعادة؟ فاستغربت، أيوة يا ابني طبعا، ولأنك بتستاهل لازم تكمل حياتك وتشتغل على نجوميتك، انت قدامك مشوار طويل. فقال لها أنا مش قصدي على الشغل والنجومية، أنا بتكلم في حياتي عامة، أنا بحس إني مبسوط وسعيد لما بكون مع أجين، وكأن أيامي معاها عبارة عن حلم جميل خايف إنه ينتهي بسرعة. وطلع لها جزمة أطفال صغنونة وقال لها إنه بيفكر يطلب الجواز من أجين، وهي قاعدة مصدومة. كانج وقع في حبها جامد جدا وعنده استعداد يتخلى عن كل حاجة علشان يفضل معاها. بعدها بنشوف بطلتنا واقفة مستنية الجدة، ولمحت المدير تشوي خرج من السجن وقرب منها وسلم عليها، وهي واقفة مصدومة ومقلقة منه، بس طلع قلبه طيب كالعادة ومش راجع ينتقم منها. بس اللي خوفها أكتر إنه طلع عارف الجدة لأنها كانت متطوعة عندهم في السجن واتعرفت عليه لأنه شاب كويس. بينما جي أو دخل البيت عند جون كالعادة من غير إذن ولا تربية، بس فداء ابننا يدخل في المكان اللي يعجبه، لكن فجأة حس بإيد بتحضنه بطريقة حميمية فصوت وبعد عنها بسرعة وطلعت لينا وفضلوا يهزقوا في بعض. فقال لها انت ازاي تستخبي في بيت راجل غريب وتحضنيه كمان؟ فزعقت له بقولك ايه، بطل تكون دراما، ده مجرد حضن، ما بوستكش يعني ولا سحبت بنطلونك. وجوي اتعصب اكتر وقبل ما يمشي قال لها هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ لا ما تقابلناش، بس يمكن انت شايفني في التلفزيون. ايوه صح، انتي الممثلة الفاشلة صح؟ وسابها ومشي. وهو خارج أجين كلمته وصوتها واضح إنه وراها مصيبة وطلبت منه يقابلها. في نفس اللحظة جون وصل. كلمتك؟ أيوة كلمتني، انت عرفت منين؟ وشك بيقول كل حاجة، لما أجين بتكلمك بتبقى عامل كده. كانت عايزة منك ايه؟ وانت مالك؟ وخلي بالك في واحدة مجنونة عندك في البيت، فامشي وسيبها. بعدها بنعرف إن جين طلبت من جي أو يراقب المدير تشوي اللي كل يوم بيروح لقبر أبوها ويعيط له لأنه خلص عليه بدون ما يعرف الحقيقة. وهي مش مستغربة، تشوي من يومه قلبه طيب ومليء بالدفء والإنسانية، بينما جون اللي عمل لنا فيها كاتب وهو بيسيح لأجين في كل كتاباته كتب رواية جديدة، وميري عايزة تعملها مسلسل، فهو حط شرط إن آجين هي اللي تمثلها وتكون البطلة الرئيسية. بس كانج اتعصب لأنه خايف على حبيبته، مش عايزها تضغط على نفسها في الشغل وتتعب أكتر. وميري زعقت له شكلك عايز تتجوزها بجد ولا إيه؟ لأ فوق، آجين لسه في العشرينات، ما ينفعش تتجوزوا وتعتزلوا والجو ده، لازم تشتغلوا وتكبروا اسمكم في السوق. وهو ولا فارق معه، كانج بيدور على الاستقرار والأمان لأنه تعب من الحياة الرمادية التعيسة دي. فكلم آجين في حوار المسلسل الجديد وإن المدير جون حاطط شرط إنها تمثل الرواية بنفسها علشان يبدأ الاستثمار في شركتهم، فواضح إن آجين متحمسة ومش عايزة ترفض. فقال لها خلاص خلينا ناخد فرصة لمدة أسبوع نفكر في الموضوع ده وما نستعجلش. وبالليل جون دخل البيت بتاعه وشاف آجين قاعداله على السرير مستنياه، فقال لها اتأخرتي، السنة خلصت خلاص، انتي لسه معاه بتعملي ايه؟
حبيتيه بجد؟ فقربت منه وهي متعصبة لأنه ضغط على ميري وكانج وكل اللي حواليها علشان ترجع له. فقال لها انت اللي علمتيني الحركات دي، وبيشدوا قصاد بعض بس واضح ان الخناقات بتقربهم لبعض اكتر. وقال دي منظر واحد بيتخانق. فسألته سمعت انك بتوعد لينا. ايوه طبعا، بس دي كانت بتعذبني. ما انا عارف، علشان كده سايبها جنبي علشان ما تقربلكيش وتضايقك. وفجأة لينا دخلت عليهم واتصدمت المنظر ده لأنهم فضل لهم 2 سنتي ويبوسوا بعض. وجين ملهاش مزاج تتخانق وتزعق معاها، فقالت لها اللي انت طايلاه اعملي. وفي اليوم تاني كان جازم حبيبته على العشاء بمناسبة عيد ميلادها، وكان مجهز لها مفاجأة، بس لينا لحقتهم وجابت جون معاها وقربت قعدت وسطهم وبدأت تعكنن عليهم الأجواء. سمعت إنكم كنتوا صحاب من أيام المدرسة. وكانج اتصدم لأنه ما كانش عارف المعلومة دي. فجين قالت لها خليني أكون صريحة أكتر، احنا كنا اخوات بالقانون لأن أهلنا اتجوزوا بعض، وبصراحة ما بحبش أفتكر الأيام الحقيرة دي. فكانج سألها ليه ما بتحبيش تفتكريها؟ فجون قال له لأن أمي كانت بتعذبها وتضربها وهي صغيرة وأنا كنت بحاول أحميها. فلينا ابتسمت وقالت لهم طيب ما تحكولنا بقى، عجين كانت بتعمل إيه في بيتك امبارح بالليل؟ وفضلتنا ابتسمت كنت بشوف السيناريو جديد للمسلسل. وكانج بياخد الصدمة ورا التانية وسابهم ومشي. وأجين خرجت وراه علشان تحاول تصالحه وتبرر موقفها، وهو زي العبيط صدقها. وهم واقفين جدته اتصلت عليه وقالت له إنها لقت النوت بتاعتها اللي كانت ضايعة بقالها سنة، ولقتها فين؟ في بيت آجين. واتصدمت جدا وفهمت إن آجين هي اللي سرقتها. وبطلتنا اترعبت وضربت نفسها مليون جزمة علشان ادتها باسورد الشقة. فكانج طلب منها تطمن على جدته لأنها كانت في شقة آجين بتجهز لها الأكل بمناسبة عيد ميلادها. وهي في الطريق كان في عربية هتخبطها بس ربك ستر، وراحت لبيت الجدة وشافتها منهارة وبتعيط مش متصدقة إن آجين الملاك طلعت خبيثة كده. وجون حس إن في حاجة غلط فلحقهم. وفجأة سمعوا صوت حاجة وقعت بكل قوة، ولما طلعوا اتصدموا بالمنظر. جين واقفة مصدومة على السلم والجدة مرمية على الأرض. جون بصلها بصدمة وخوف. معقول أجين اتحولت لوحش شرير بدون قلب لدرجة إنها تزق ست مسكينة من على السلم؟ بعدها نقلوا الجدة المستشفى والدكاترة حاولوا ينقذوها، وآجين قاعدة على الكرسي برا بتدعي إنها تقوم بالسلامة. ودي برضو أول مرة نشوف بطلتنا بتفكر في حد تاني غير نفسها، لأن مشاعر الاحتواء اللي حستها مع الجدة المسكينة دي خلت ضميرها يصحى. حتى جون واقف مصدوم من الجانب ده من آجين، إنه تطور بها الحال إنها تقتل القتيل وتمشي في جنازته. وللأسف فشلت محاولة الإنقاذ والجدة المسكينة ودعت الحياة للأبد. وطبعا كان عرف وكنسل جدول أعماله ورجع ياخد عزا جدته، وانهار في عزاها مش مصدق إنها ماتت كده بسرعة من غير ما يودعها ويحضنها. الإنسانة الوحيدة اللي حبته واعتنت بيه وكبرته ما عادتش موجودة خلاص. وآجين حاولت تهديه والكل كان بيعزيه، لكن أخوه شك في آجين وافتكر المدير تشوي، وبدأ يدعبس ورا الحوار ده لحد ما قدر يعرف شوية معلومات عن الجريمة. فسأله ايه اللي بينك وبين آجين؟ وهل ليها علاقة بالجريمة اللي حصلت معاك؟ فتشوي قال له انت غلطان، آجين بنت مسكينة وملاك مستحيل تأذي أي حد. وآجين كانت سامعة كل ده، ولما الولد مشي قربت منه وسألته انت ليه قلت له كده؟ كان ممكن تدمر كل حاجة وتنتقم مني وتاخد حقك. فقال لها أنا اتسجنت 5 سنين، وكل سنة كان عندي شعور مختلف. مرة كان نفسي أخرج وأخلص عليكي، ومرة أقول أنا هسيبها في حالها، وكنت كل يوم بتمرمط في مشاعري. بس دلوقتي قررت أعدي الحوار ده وأعيشك في ذنب طول عمرك، وهو ده عقابك اللي هيوجعك. بس هل تفتكر يا سيد شوي إن أجير عندها ضمير أو بتحس بالذنب؟ طبعا لأ. فقالت له الحركة دي بالنسبة لي مجرد غباء، وانت ضيعت فرصتك في الانتقام. بعدها البوليس سألوا أجين عن موت الجدة، فقالت لهم أنا رحت أزورها زي ما كان قالي، وهي كانت بتوريني القطط اللي بتأكلهم كل يوم على السلم، وفجأة وقعت وأنا خدتها للمستشفى بسرعة.
وافتكرت لما قابلت الجدة وهي كانت متعصبة ومقهورة لأن آجين خدعتها واستغلتهم، وقالت لها أنا هزقت كانج لأول مرة علشانك وزعقت له، كل ده علشان خاطرك، لأني حبيتك وشوفتك بنت طيبة وما تستاهليش أي حاجة وحشة، بس طلعت مغفلة وغبية، فقوليلي أعمل إيه بعد اللي انتي عملتيه ده؟ وفي اللحظة دي صحابها وصلوا وشافوا المنظر ده، وجي أو قال لها اهربي من هنا واحنا هنتصرف، لكنها رفضت وقالت لهم الجيران شافوها وهي داخلة، وكينج كمان بعتها بنفسه علشان تشوف جدته، فلو هربت هتتقفش. فقرروا يكلموا الإسعاف ويمسحوا تسجيل الكاميرات، فقالت لهم ما تقلقوش مفيش كاميرات هنا أصلا. بينما الصحفي ابن عم لينا اتصل على سون علشان ياخد منها معلومات عن ماضي آجين، لكنها رفضت وقالت له الرقم غلط يا أستاذ، مش عشان قررت تحب آجين فجأة وتحميها، لا خالص، ده علشان جي أو راح لها بنفسه وهددها لو فتحت بقها بنص حرف هيفضحها وينشر كل ماضيها اللي يشرف على الفضائيات. وبالليل آجين قابلت مخرج كبير جدا وقرروا يتقابلوا يتكلموا عن الشغل، بس بعد ال40 علشان خاطر حبيبها كانج ما يزعلش ويفكرها مش مهتمة لا سمح الله. وبعدها كانت في العربية وجون ركب معاها وعينه مليئة بالأسئلة والفضول، فقالت له عايز تعرف أنا اللي زقتها ولا لأ؟ فقال لها أنا ما بقتش فاهمك بصراحة، فلفت وشها. الست دي زهقتني وكشفتني علشان كده كان لازم تموت، وهو مش قادر يصدق جحودها وأسود قلبها، هتاخدها لحد فين أكتر من كده؟ بينما كان رجع بيت جدته وجارتها قابلته وقالت له أنا سمعت الحاجة بتزعق لوحدة وبتقول لها أنا وثقت فيكي وإنتي كسرتي ثقتي وأحلامي ودمرتي عيلتي، فلو حابب تتأكد روح لجارتنا في الدور التاني، لأنها ركبت كاميرات في العمارة بالسرقة كده علشان كان في حد بيسرق الجوابات بتاعتها، فاطلع واسألها وخليها توريك تسجيل الكاميرات. فطلع وكلم الست دي، لكنها قالت له إن المحقق جه من شوية وخد تسجيل الكاميرات كلها، وبنعرف إن المحقق ده جي أو رمى الفلاشة في وش جون وضربه كمان لأنه مش واثق في آجين وعايز يحقق وراها. وفي اليوم التاني آجين قابلت المخرج اللي فهمها إن جوازها وارتباطها بكانج هينهي مستقبلها ومسيرتها الفنية، لأنها لسه في عز شبابها وصغيرة على حوار الجواز ده. وميري جت وقالت لها إن المخرج ده معاه حق، أصل كانج تفكيره راح لبعيد جدا في العلاقة دي وقرر يعتزل وعايز يتجوزك رسميا. فآجين اتصدمت، هي ما كانتش تعرف في الحوار ده، وقالت لها أنا قررت أنفصل عنه وإنتي لازم تدعميني علشان يوافق على الانفصال ده. بينما جون كان لسه بيحاول يعرف الحقيقة ويراجع التسجيلات، بس ما عندوش الجرأة يكمل ويخايف يشوف الحقيقة الصادمة ويتوجع أكتر، ففضل يشرب مع لينا لحد ما سكر ورجعوا البيت، وجي أو اللي استقبلهم وهو مش طايقهم هما الاتنين. وكان قاعد في البيت، السواد سيطر على حياته، الأمل اختفى، والحاجة الحلوة اللي فضلاله هي آجين اللي دخلت عليه وشافت حالته المزرية دي وحاول يبتسم لها وهي كذلك، بس الأجواء كانت تقيلة وخانقة جدا. وآجين جابتها له من الآخر وقالت له أنا ما عدتش قادرة أتحمل كلام الناس، الرايح واللي جاي بيهزقني بسببك، فخلينا ننهي اللي بينا ونرتاح، كفاية السنة اللي قضيناها مع بعض. وكانج مستغرب ومصدوم فاكرها بتضحك معاه ولا دي كاميرا خفية تخفف عنه، فقالت له انت واحد جبان مش شايف غير نفسك، المعجبين قلقانين عليك وقاعدين يشتموني بسببك. هو مصدوم بجانب شخصيتها الأناني ده، شاف حقيقتها لأول مرة فقربت منه. أنا هقولك الحقيقة علشان تبقى عارف كل حاجة، أنا سرقت النوت بتاع جدتك علشان أكسب رضاها وأقرب منك، وهي اكتشفت الحقيقة دي وما قدرتش تتحمل، وأكيد انت فاهم الباقي بقى، يعني وقوعك في حبي وعلاقتنا وكل حاجة كانت متخططة بالقلم والورقة. وسبته ومشيت وهو انهار حرفيا، مبقاش عارف حاجة ولا فاهم حاجة، الأحلام الوردية اللي كان بيرسمها كلها وقعت على دماغه. وآجين بلغت الصحفي الحربوق ينشر خبر الانفصال بتاعهم وإنهم انفصلوا بسبب جدول أعمالهم المزدحم، العذر المفضل عند ايدولز كوريا كلها. وهي ماشية جي أو كان مستنيها ولمح العربيات اللي بتلحقها، فقال لها ما تقفيش في حد بيلحقك، فكملت طريقها.
وهو كالعادة حاول يحميها واتضرب واتعدم العافية في نص الشارع بسببها. وميري راحت لكانج، حاولت تهديه وترفه عنه شوية، وقالت له أنا هكنسل الشغل مع آجين ومش هجدد العقد بتاعها معانا. فابتسم وقال لها ما تبقيش قموصة كده، الانفصال شيء طبيعي بين أي اتنين بيحبوا بعض، فسيبيها بحالها وأنا هكمل حياتي لوحدي. وفي اليوم التاني خبر الانفصال نزل في كل الصحف والمجلات، وهو شاف الأخبار دي وسمع عنها كمان، وكان بيفضي كل أزايز الكحول والمهدئات وعلاج الاكتئاب في الحوض والزبالة. وبالليل ميرا خدت له الأكل اللي بيحبه وراحت علشان تطمن عليه، وأول ما دخلت البيت ما لقيتوش، ففضلت تدور لحد ما لقت المنظر المؤلم في الحمام. كانج ودع الحياة بأصعب طريقة وأصعب منظر، فانهارت جنبه وفضلت تعيط وتصوت. كانج ما يستاهلش اللي بيحصل له ده. والخبر انتشر وجون راح لبطلتنا اللي معلقة على قلبها مراوح ومش مهتمة للدنيا باللي فيها، وقاعدة بتلعب يوجا. وجون هزقها، اللي هو ايه، مفيش دم، مفيش احساس، مفيش ضمير، قلتي انك هتنفصلي عنه من غير ما تأذيه. فقالت له وانا مالي، ما قدرش يتقبل الانفصال وموت نفسه، فماليش دعوة بحاجة. انت اتجننتي، ده مات، عيلة كاملة اتدمرت في يوم وليلة وانتي السبب. فقالت له لو مفكر ان كلامك ده هيخليني احس بالذنب فانت غلطان. انا فعلا غلطان لاني فكرت ان في جواكي شوية انسانية او ذرة زعل وضمير. فادته نظرة توقف الدم في العروق. انت متوقع مني اكون طبيعية وعندي انسانية؟ وانا حرفيا كنت هموت قدامك في الحوض وانت متحركتش خطوة. هل ده لان في جواك انسانية وسبت مامتك تضربني؟ ده لو جي او كان هيغرق مامتك وينقذني، بس انت جبان. فما تجيش تلومني وانت السبب في شخصيتي دي، ولو حاسس بالذنب تجاهي خليك جنبي وادعمني، لانك الوحيد اللي فاهمني في الحياة دي والوحيد اللي انا بثق فيه. واترمت في احضانه وهو عينه حمرا، مش قادر يصدق قدرتها في التحكم بعقله وازاي تخليه خاضع لكلامها واوامرها. وفي اليوم التاني ميري وكل موظفين الشركة خدوا العزاء وودعوا كانج للأبد. وآجين راحت شقة كانج وقعدت عند البانيو واتخيلت نظراته الحزينة المؤلمة، وحست بالسوء تجاهه لأنه آجين مش هي السبب في موت كانج، هو ودع الحياة بسبب التراكمات اللي ضغطته. كان عنده أمل وحيد اللي هو آجين، ولما انفصلت عنه ضوء الأمل ده انطفى واختفى ومبقاش غير السواد في حياته. وبكده آجين ودعت كانج وذكرياته كلها معها. والفانز كانوا متضايقين وكنسلوا بطلتنا وحاولوا يضربوها، لكن سونج الحربوقة أنقذتها وطبعا جاية تستغلها وتستمتع بانهيار بطلتنا. وبالليل أم جون راحت لبطلتنا وركعت علشان تعتذر منها على كل حاجة عملتها، وقالت لها بيقولي لجون إني جيت وركعت واعتذرت علشان أخد فلوسي. فآجين اتجننت وطلعت شخصيتها المجنونة وضحكت بطريقة مرعبة جدا وقالت لها انتي السبب في كل حاجة، لو كنت حبيتيني شوية ما كانش كل ده حصل وكنتش بقيت كده ولا وصلت لكده. وفي اللحظة دي جون بيقرر يشغل تسجيلات الكاميرا علشان يعرف الحقيقة. لما آجين راحت للجدة كانت بتعيط وزعلانة، وآجين قالت لها أنا عملت كده بس علشان أقرب منك ومن كانج كمان لأني حبيته بجد ومش عايزة إن الدنيا غيره. فالجدة المسكينة حضنتها وسامحتها. أنا قلتلك إنك بنتي، والأم بتزعل من عيالها وتهزقهم بس مهما غلطوا هتفضل تحبهم وتسامحهم، وأنا بحبك يا أوجين ومسامحاكي. وبعدها سمعت صوت القطط فراحت تأكلهم وقالت لبطلتنا تيجي تشوف القطط بتاعتها، بس فجأة داخت واتزحلقت ووقعت من على السلم. وأوجين حاولت تلحقها وتمسك ايديها بس ما قدرتش، وده خلى آجين تزعل وتعيط. يعني انهيارها في المستشفى كان زعل حقيقي لأن الجدة دي الوحيدة اللي حسستها بالحب بجد. وطبعا جون شاف الفيديو ده وجاله هستيريا ضحك بعياط، وآجين كمان كانت بتعيط في الناحية التانية وأنا كمان بعيط معاهم. المشاعر كلها دخلت في بعضها، بس أهم حاجة إن آجين ما أذتش الجدة ولا هي السبب في موت كانج وجدته. وبعدها ميري بتتخلى عن آجين وتطردها من الشركة وعملت كل الحاجات اللي تخرب حياة بطلتنا ومسيرتها الفنية. فآجين قابلتها على السطح واتخانقوا مع بعض عشان ميري عملت كل ده
على أساس تريح ضميرها، لأنها هي السبب في إنها جمعتهم مع بعض وقربتهم من بعض. فأجين قالت لها أنت عبيطة في دماغك؟ كانج اشتغل معاك لمدة 10 سنين واشتغل معايا سنة واحدة، فبرأيك مين اللي تعبت نفسيته وما قدرتش تساعده وسابت نفسيته تتدمر لحد ما وصلت للحالة دي علشان ما تلغيش مشاريعها وتخسر فلوسها؟ ففوقي يا حبيبتي، مش أنا السبب في دماره، وحركات الضمير ده مش لايقة عليكي. وسابتها ومشيت. وجون حاول يقنع ميري ترجع أوجي للشركة، بس هي دماغها ناشفة جدا ومصممة تنهي كل حاجة بينهم. فقال لها تمام، اللي انت عايزاه. وخد استثماره وكتابه ومشي، ولغى العقد بتاعه كمان معاها، لأنه دخل الشركة دي علشان سواد عيون أجين الحبوبة المحبوبة، مش عشان حاجة تانية. بعدها أم جون راحت لجده علشان تطلب منه فلوس، لكن الخدم طردوها طردة الكلاب، ونزلت وهي دايخة وواضح عليها إنها تعبانة. فكلمت أوجين، انتي ما قلتيش لجون إني رجعتلك واستسمحتلك؟ انتي لازم تقوليلي بأسرع وقت، لأني تعبانة وبموت وعايزة فلوس. وفي اللحظة دي جون قرب من بطلتنا اللي فتحت السبيكر علشان تسمعه الكلام، إن مامته طلع عندها فشل كلوي وأعلنت إفلاسها وعندها ديون متلتلة، ودلوقتي هي محتاجة زرع كلية ومحتاجة فلوس علشان تدور على متبرع. فأجين قالت لها يعني انتي بتتصلي عليا علشان تاخدي كلية ابنك؟ طب كويس يا ستي، ابنك جه في وقته وسمع كل كلامك وهيحقق لك اللي انت عايزاه. فالست قفلت المكالمة في وشها لأنها ما قدرتش تستحمل إن ابنها عرف الحقيقة بالطريقة دي. فقال لي بطلتنا، هو انت بتردي عليها ليه؟ ما انت عارف مامتك ست قادرة وجحدة، لو ما ردتش عليها الله أعلم ممكن تعمل ايه. ولا انت عامل نفسك مش عارف لأنها مامتك؟ فما تنساش يا جون، الإيدين اللي كانوا بيطبطبوا عليك هم نفسهم الإيدين اللي حاولوا يغرقوني في الحوض قدام عينيك. يا ستي كرهتيه في أمه أكتر ما هو بيكرهها. وبعدها اتجمعوا كلهم عندها في البيت وحاولوا يحلوا موضوع ميري. فقالت لهم دي مش هتسكت، وكده مفيش قدامنا حل غير واحد بس، لازم واحدة فينا تموت علشان التانية تسكت. وفي اليوم التاني جون خد مامته وراحوا المستشفى وقرر يتبرع لها بكليته ويسدد ديونها كمان، بس بشرط تقطع علاقتها بأجين وما عادتش تقرب منها ومن جده كمان. فقالت له حاضر وطيب ومن عينيا الاتنين. بينما في شركة ميري البوليس جه وقبضوا عليها بتهمة اختلاس الأموال ورشوة وحاجات كتير، وأجين ما سابتش تهمة إلا وحطتها في دماغها. وفي اليوم تاني جون اتصل عليها قبل العملية وقال لها إنه هيبقى كويس ويرجع لها بأحسن حال، بس هي تفضل مستنياه وتاخد بالها من نفسها وتاكل كويس وتشرب كويس وما تقلقش عليه، مع ان المفروض هي اللي تقوله الكلام ده ويطمن قلبه، بس هو كده غريب الحب من فهمه. وجون دخل غرفة العمليات علشان يدي حتة من جسمه لأكتر إنسانة هو بيكرهها في الحياة علشان تبعد عن حبيبته ويريحها. وبيوصل لبطلتنا مكالمة من شركة إنتاج كبيرة جدا علشان تمضوا معاهم، وهم هيهتموا بسمعتها وينظفوا السيرش بتاعها وكل الأخبار اللي نزلت ضدها. وهي بتكلمهم بتلاحظ إن مجوهراتها بتختفي كل يوم، وهي نازلة سنج الحرباء كانت قاعدة في بيت أوجين ولا كأنه بيت أهلها، ولابسة ساعتها الغالية الثمينة. فبطلتنا فهمت إنها بتسرقها فطنشت ونزلت تشوف شغلها. فضلت تتفرج على كوليكشن شنط جديد اللي سعره كليتين وقلب، واتصدمت من الأسعار دي ودخلت تدور في شنط أجين ولقت عندها واحدة منهم، فلمعت عيناها وقررت تسرقهم وتبيعهم اهو تطلع بأي مصلحة وخلاص بدل القعدة دي. بينما جي او نزل يجيب فطار ولمح العربية اللي بتراقبه وحس بالخطر اللي بيلحقهم، وأكيد العربية دي مرتبطة بالعصابة اللي ضربته، لأنه لما دور وراهم عرف إن أرقام العربية مزورة، يعني هم بيتعاملوا مع ناس تقيلة جدا. في نفس اللحظة بنشوف في مايك بيسجل لهم، والمايك ده كان في ودان دو هيوك، ويا أهلا يا مرحبا بالسيكل الجديد، وده رجل أعمال مليونير وناجح جدا. وبعد شوية جي أو بيوصلها للشركة بنفسه، ما هو من بعد السواقة الهبلة بتاعتها دي لا تؤتمن على إنها تتحرك لوحدها، لأنها ممكن تدخل موسوعة جينيكس الأكتر واحدة خبطت ناس في عربيتها وهي سايقة. فدخلت وقابلت المدير اللي سألها سؤال غريب جدا، هو انتي تعرفي المدير دو هيوك؟ أصل هو اللي مصمم إنه يشغلك في الشركة ويمضي معاكي. فاتعصبت،
مين الراجل ده واقف في صفها وبيدعمها قوي كده ليه؟ ولحسن الحظ ان دو هيوك طلع عنده مؤتمر في الشركة، فدخلت علشان تتعرف عليه. واول ما شافها لمعت عيناه وانتفضت يمناه، قلبه دق بسرعة وابتسم بحب وانتصار. فقربت منه. هو انت بتساعدني ليه؟ لاني بحب اساعد الناس اللي حياتها صعبة، وانا كنت براقبك من زمان وشفتك وانت بتعاني من اجل حياتك، وقلت لنفسي يا ترى كان ايه اللي هيحصل لو اتولدتي في عيلة كويسة. فبصت له باستغراب. ده انت شكلك عارف عني حاجات كتير قوي. فابتسم ويا محلى الابتسامة. خلينا نحدد موعد تاني ونشوف بعض ونتكلم، ايه رأيك؟ فوافقت على طول، وده خلاه يتبسط اكتر وعينه بتلمع حرفيا. وبعدها جون خرج من المستشفى. يا اسطى انت اتورعت بكليتك مش خلعت درسك، ده ايه السرعة دي؟ فكلم جي او اللي قال له انه عايز يقابله ويا ريت يجي باسرع وقت. ومساعد دهيوك جاب له اخر تفاصيل ابطالنا، فقال له جون ده شكله عيل غلبان، خلينا نسيبه على جنب دلوقتي طالما لسه عامل عملية، لكن ابقى دفي جي او لان الجو برد عليه. ان شاء الله قصده هيجيب له جاكيت ولا دفاية. وبالليل مساعدة ميري قابلت أوجين وطلبت منها تنقذ ميري وتخرجها من السجن، لأن الست وقفت معاها كتير برضه وكانت السبب في شهرتها. لكن بطلتنا رفضت وقالت لها ميري دي ست نادلة واتخلت عني وطردتني، وقالت لي ارمي نفسك من السطح لو عايزاني أسامحك. فلا يا حبيبتي، وجودها في السجن أحسن لي. ودوهيو كان واقف مبتسم ومنشكح للحياة معجب بشخصيتها جدا. وأوجين طلعت ومضيت معاهم العقد الجديد. وجون قابل جي او اللي حكاله على العصابة والضرب اللي أكله. وفجأة بنشوف واحد من العصابة دي قفل عليهم الباب وعمل لهم فخ. وبعد ما مضيت راحت لدويوك وسألته تاني هو انت بتساعدني ليه؟ فقال لها ده انا ممكن اجيب لك حتة من القمر ونجمة من السما وأعيشك عيشة أهلك كلهم ما يحلموش بيها، هحميكي وأحتويكي وما خليش أي حد يقرب منك. فابتسمت بكل غرور. بجد تقدر؟ أكيد طبعا، اتجوزيني وأنا همحي ماضيكي كله وأنضف ملفك وحياتك. وهي مبسوطة جدا، وأخيرا جه اللي يعيشها عيشة ملوكي ويخليها تدعس على الناس أكتر ما هي دايسة أصلا. فابتسمت بثقة وغرور، هي أكيد مش هتضيع الفرصة دي من إيديها. فوافقت تتجوزوا. وولادنا المدعوسين المنحوسين حد فتح عليهم الغاز وكان هيولع فيهم، لولا ان جي او شغل دماغه ونطوا من الشباك وما حصل لهمش اي حاجة. واتأكدوا ان كل ده بسبب العصابات اللي بتراقبهم وبتراقب اوجين. فقرروا يروحوا يدوروا على اوجين وينقذوها قبل ما ترمي نفسها في التهلكة. بس جون ما قدرش يروح لان المساعد كلمه وقال له ان جدك تعبان ونقلناه للمستشفى. وللأسف وصل متأخر وجده ودع الحياة. وبعدها عملوا العزاء والكل بيجي يعزيه حتى مامته الحيزبونة اللي كانت جاية تاكل بس مش أكتر، وتغني وتتكلم بصوت عالي كأنها في حنة سعدية مش عزا. بينما سونج ما شاء الله ما سابتش حاجة في دولاب أوجين إلا وسرقتها. وطبعا الحاجات دي غالية جدا، أقل شنطة سعرها كريتين وقلب وبنكرياس. فالمحل بلغ البوليس وجم خدوها وكلموا أوجين وسألوها إذا كان الحاجات دي مسروقة منها ولا لأ. فقالت لهم إنها هي اللي ادتهم لسونج، فطلعوها براءة. وأوجين هددتها لو خدت منها حاجة تاني هتبلغ عنها بنفسها. ونرجع للعزة تاني. الحيزبونة سكرت ومسكت المحامي بتاع الجد علشان تسأله عن الورث بتاعهم. فقال لها المرحوم ما سابلكيش أي حاجة والورث كله اتحول باسم جون من زمان جدا. فانهارت وتعصبت وصوتت، ومن شدة عصبيتها فضحت أكبر سر في حياة عيلة جون وقالت لهم إن جون مش حفيده أصلا، فإزاي يسيب له الورث ده كله؟ المفروض يشارك مامته اللي خلفته وكبرته ويديها كام مليون تجيب بيهم لب وزداني. ومش بس كده، مامته قالت له إن جين كانت عارفة الحقيقة دي وكانت بتبتزها وتهددها من وهي صغيرة. فقال لها علشان كده كنت بتضربيها وعيشتيها في عذاب، ده انتي منك لله يا شيخة والله. وبيشيل ذنب أوجين مرة تانية وأكتر من الأول. ونروح لبيت بطلتنا. سونج دخلت على أوجين الأوضة وهي نايمة وقالت لها انتي دمرتي حياتي، مش حاسة بأي أسف تجاهي؟ وأحس ليه؟ انتي اللي غبية ومعتوهة وفكرتي نفسك هتقدري عليا وشربتي من كاس أفعالك، فأنا ماليش دعوة، فاتفضلي اخرجي عشان عايزة أنام.
فسونج اتعصبت جدا مع ان اجين ما غلطتش. انت حقيرة فعلا يا سونج. بعدها جون حاول يتواصل مع اجين اللي سحب عليه، فراح لها البيت وشافها لمت هدومها وماشية. هو انتي ما بترديش عليا ليه؟ بصراحة كنت هكلمك علشان اعزيك بس ما فضيتش. وبعدين انت جاي ليه؟ مش جدك مات واتبرعت بكليتك، يعني اكيد انت لسه تعبان، فروح ارتاح. وانا مش مجبرة ارد عليك طول الوقت على فكرة. فسألها هو انت كنت عارفة اني طفل غير شرعي؟ فبصت له بكل برود. ياه، واخيرا عرفت. ده انا عملت كل ده علشان احميك، يعني خبيت عليك علشان تتبسط بحياتك، فالمفروض تشكرني. لولايا ما كنتش عشت في المستوى ده، وكنت هربت واتمرمطت في الشوارع. فاتضايق اكتر. هي ازاي باردة قوي كده؟ هي لو كانت قالت له من الاول انه ابن غير شرعي ما كانش عمل حاجة، وكان عمل علشانها كل حاجة وما سابهاش في اصعب الظروف. بس هي قررت تتلاعب بيه اكتر بالسر ده، والتفاصيل دي كلها جابت له انهيار عصبي. وقف قدام البحر وفضل يعيط وهو مقهور. حبيبته اتخلت عنه وخدعته. أمه عيشته في كدبة طويلة عريضة طول عمره. أبوه مطلعش أبوه، وجده اللي بيحبه ودع الحياة ويتبرع بكليته لأكتر إنسانة بيكرهها. ده لو دايس على ديل قطة وهو صغير حياته مش هتبقى منحوسة أوي للدرجة دي. وفي اليوم التاني أجين وصلت لقصر المليونير بتاعنا اللي مليان حشم وخدم لدرجة تقدروا تشموا ريحة الفلوس من ورا الشاشة. واستلمت دعوة الفرح وابتسامتها المنتصرة مالية وشها، والأخبار نزلت في كل حتة. الممثلة المشهورة آجين هتتجوز رجل الأعمال المليونير دو هيوك. وجايو شاف الأخبار دي وكان واقف مصدوم مخزول قلبه بيتقطع. مش معقولة آجين ما شافتش حب طول السنين دي، وكل يومين بتجرحه وتشوف واحد غيره. بينما جون قرر يسيب كل حاجة ويفوق لنفسه، ياخد بريك من الحياة والناس وآجين ومشاكلها. ووصل لينا المطار اللي قررت تسافر برا كوريا للأبد، وهو ودعها بكل حب واتمنى لها الخير. ونرجع لبطلتنا القادرة القوية وهي بتاخد جولة في القصر الكبير الواسع ده. ولفت انتباهها باب مقفول، فسألت الخادمة وقالت لها إن ده الدور الثالث الخاص بالرئيس دو هيوك، وممنوع حد يطلع أو يقرب من الباب ده. وطبعا آجين فضولها هيموتها، خصوصا لما عرفت إن دو هيوك كان متجوز قبلها وطلق مراته، وإنها كانت ممنوعة برضه إنها تخش الدور الثالث. فبعدها قعدت مع جوزها وكانوا بيتعشوا مع بعض، وهي بدأت تتصرف بدلع وطلبت منه تتدرب في مكتبه اللي في الدور الثالث، لأنها مش عارفة تركز في شغلها بسبب الخدم، وهو مش عبيط يعني. فرفض وقال لها أنا هساعدك في التدريب. وسبحان الله المسلسل بيتكلم عن اتنين متجوزين، وهو هيعمل دور البطل اللي خلص على أهلها وعذبها. وفجأة سألها هو انتي قتلتي حد قبل كده أو فكرتي تقتلي حد؟ فاستغربت وبصت له بقلق. ايه السؤال الغريب ده؟ فقال لها وانا ما حكيتلكيش انا طلقت مراتي ليه؟ اصل بعد ما اديتها كل حاجة وعيشتها عيشة الملوك كانت بتبصلي بصة وحشة قوي وكأنها عايزة تقتلني. وبعدها قالت لي بشكل مباشر انها عايزة تخلص عليا، بس يا عيني اتجننت وهي بتتعالج دلوقتي في المستشفى. فطلقتها بقى، ما انا مش هعيش مع واحدة مجنونة عايزة تخلص عليا. وأجين اترعبت من كلامه وقلقت منه أكتر. وفي اليوم التاني جون ودع جده علشان خلاص قرر يسافر برا البلد وياخد أجازة طويلة. بينما آجين كانت تعبانة جدا وخدت المسكنات وفضلت تدور على فوط صحية ملقتش، فدخلت تاخد شاور يروق أعصابها. ولما خرجت اتصدمت بوجود صندوق صغير مليان فوط صحية، وده معناته إن جوزها بيراقبها. وقال دول هيجوا هنا ازاي ولا مين اللي جابهم؟ وبعد شوية استقبلت جوزها وهو راجع من الشغل ولاحظ تعبها، فقالت له إنها مرهقة مش أكتر. ولما دخل أوضته هي فضلت واقفة تتأمل الساعة اللي عقاربها واقفة على نفس الوقت اللي أبوها مات فيه لما كان بيضربها. وعقلها بدأ يلف ويصدع تفاصيل بترجعها لأيام هباب مليئة بالعذاب. وبسبب التفاصيل دي الكوابيس رجعت تهاجمها وما خلتهاش تنام. فصحيت مفزوعة وخايفة من شبح أبوها اللي بيطاردها كل ما تغمض عينيها. فخرجت تشم هوا نضيف وتحرق همومها دي في سجارة، لعل وعسى السجارة دي تسحب كابوس حياتها برا عقلها. بينما جون رجع يعيش عند مامته وطنش موضوع السفر، وأكيد ناوي على حاجة هنعرفها بعدين.
وفي اليوم التاني جين قابلت جي أو طلبت منه يدور على هيوك ويجيب لها معلومات ومعلومات عن مراته الأولى. وجي أو اتصدم جدا. انت ازاي وافقتي تتجوزي واحد كان متجوز قبلك؟ انا مش مرتاح للراجل ده، شكله مريب ووراه حاجة، اسمعي مني واهربي منه. لكنها رفضت وقالت له اعمل اللي بقولك عليه وبس. وطبعا هيوك كان سامع النقاش ده كله مبتسم بخباثة، زرع لهم أجهزة تنصت في كل حتة. ولما رجعت البيت الخادمة جابت لها الشاي وقالت لها انتي لازم تشربيه لأن دي أوامر من الرئيس هيوك. فبطلتنا شكت فيهم ورمت الشاي في الحمام. وبالليل السيكو بتاعنا رجع البيت ودخل الأوضة لقاها نايمة على الكنبة زي الملاك. فبدأ يتأملها بنظرة مليئة بالهوس وبابتسامة مجنونة جدا، يلمس وشها ويتحسس ملامحها وهي مش حاسة بكل ده لأنها نايمة سكرانة. وفي اليوم التاني بطلتنا قررت تفصل عقلها وتستمتع بالأجواء المشمسة وتسمع مزيكتها المفضلة. لكن سونج وراها عملت نفسها واحدة من الخدم ودخلت القصر. قربت من آجين وكانت ناوية تخلص عليها. الحقد والكره خلوها مش شايفة قدامها. كل ما تفرح فيها إن حياتها باظت وهتعيش في معاناة، جين ترجع تقف على رجليها تاني وبشكل أقوى من الأول. فقررت تخلص عليها وتريح دماغها. وبطلتنا حاولت تصدها وتبعد عنها وهي بتزقها الآلة الحادة دي جت في وش سونج وجابته نصين. وآجين فضلت تضحك زي المجانين وسونج بتصوت بألم وخوف من منظر وشها اللي اتشوه وما عادش ليه أي 30 لازمة. بس الغريب إن هيوك كان واقف بيتفرج على المسرحية دي كلها وما تحركش خطوة واحدة، ولا كأن مراته كان فاضل لها تكة وتودع الملاعب. فدوهيوك قرب منهم بكل برود وزق الحربوقة دي برجله كأنها كيس زبالة، وقرب من آجين اللي أغمى عليها من الصدمة والتعب، وبعدها شالها لحد الأوضة. الأخبار بدأت تتكلم عن البنت السايكو اللي هجمت الممثلة المشهورة آجين وطلعت منفصمة الشخصية وحبسوها في مستشفى للأمراض العقلية. وفي اليوم التاني جين فتحت عينيها لقت جون جنبها فابتسمت بحب وحست بالأمان أول ما سمعت صوته ونامت في حضنه. وبعد ما فاقت خالص كلمت جوزها وقالت له أنا عايزة أرجع الشغل، لو فضلت في البيت الشائعات هتكتر. فقال لها تمام، بس انتي لسه تعبانة، ريح شوية وأنا ههتم بكل حاجة وأظبط لك جدول أعمالك. بس قوليلي انتي كويسة دلوقتي؟ أيوة وده كله بفضلك. فابتسم بحب. الراجل بيسيح زي الآيس كريم من فرط الحب. بينما جي أو حقق ورا ماضي دهيو واكتشف إن سونج الحربوقة اتحبست في نفس المستشفى اللي دهيوك حبس فيها مراته الأولى. وللأسف محدش عارف أي معلومات عن مراته الأولى دي لأنها اختفت من المستشفى من سنة كده. وهو بيتفرج على تسجيلات المستشفى لمح مساعد دهيوك اللي ضربه، فاستغرب ودماغه بدأت تربط الخيوط في بعضها. ونروح لجون اللي كان قاعد في بيت مامته وهي مش مصدقة إن جون بيطيع أوامرها ويسمع كلامها وكأن عفريت آجين اللي كان لابسه طلع من جسمه. فنزلت تعمل شوبينج معاه وهو كان مبسوط وبيشتري لها أي حاجة تعجبها. وهم خارجين في منتج قابلهم في المول وطلب يتكلم معاه بخصوص رواية شريك الجريمة واي وقد إيه الرواية دي تحفة وشخصياتها عميقة. وقال له سمعت اللي حصل للممثلة آجين؟ بيقولوا في زميلة قديمة من المدرسة اتهجمت عليها وحاولت تخلص عليها كمان. فجون اتصدم. هو ما كانش يعرف بكل التفاصيل دي لأنه انعزل بحياته بعيد عن آجين ومشاكلها. بس أمال مين اللي احتواها وهي تعبانة؟ خيال؟ حلم؟ ولا ده جوزها السايكو بيتلاعب بيها؟ هنكمل ونشوف. والمنتج ده مش سهل خالص. لاحظ إن أحداث كتاب جون متشابهة بواقع الممثلة آجين وجاي يسأله هو كتابك ده مبني على قصة حقيقية ولا لأ؟ فجون ابتسم بكل هدوء وقال له الكتاب ده عبارة عن أفكار خيالية وملهاش أي علاقة بالواقع، وسابه ومشي. اتصل على جي أو علشان يستفسر أكتر، فقال له هو أنت لسه عارف؟ أخبارها موجودة في كل مكان يا ابني، فلو قلقان عليها كلمها وطمن عليها. وآجين كانت في القصر بتقرأ الأخبار المكتوبة عنها لحد ما صدعت ونزلت طلبت من الخادمة تعمل لها كوباية شاي والهلوسة اشتغلت.
وبدأت تشوف الخدم بيشتموها وبيتكلموا عليها وناويين يموتوها كمان. مبقتش عارفة تهرب ولا تعيط ولا تعمل ايه بالظبط، فخدت الشاي علشان تشربه وتروق أعصابها. لكن بعد شوية فتحت عينيها وهي مصدومة. ايه اللي جابها هنا؟ وازاي بتشرب كحول؟ هي آخر حاجة فاكراها إنها كانت بتشرب شاي. فداخت أكتر وخرجت شافت السفرة كلها مقلوبة على الأرض، والخدم بيوصلها بصدمة وخوف، فسابتهم ومشيت. ولما طلعت لقت الدور التالت كله مفتوح والباب مكسور. فطلعت الدور التالت وهي مش عارفة أي حاجة. فسألت الخادمة: ليه كل حاجة متكسرة كده؟ ايه اللي حصل؟ هو حضرتك مش فاكرة بجد؟ انتي اللي كسرتي كل حاجة. فجين حاولت تفتكر بس عقلها كان مشوش جدا، وافتكرت لما دخلت الدور التالت والأوضة المقفولة تحديدا، وشافت دهيوك لسه محتفظ بصور مراته الأولى، وصدى صوته بيضرب في عقلها إنه حبس مراته في المصحة علشان كانت عايزة تخلص عليه. والأنيل من كده إنها بقت شايفة مراته دي في كل مكان، قاعدة تبص عليها بكل حقد. فأجين اتجننت أكتر وحاولت تهرب منهم، فابتسمت بكل ثقة وقالت للخادمة: أنا كويسة، ما عدتيش تجيبي سيرة المستشفى دي تاني على لسانك، أنا مش مجنونة. ولو دهيوك سأل قوليله إني سكرت وتعصبت شوية وكسرت المكان. وفي اليوم التاني جين رجعت شغلها علشان تكمل تصوير المسلسل بتاعها، ولما خلصت لقت جي او مستنيها. سألته: انت بتعمل ايه هنا؟ فاستغرب: انتي اللي كلمتيني وطلبت تقابليني. فاتصدمت اكتر، هي مش فاكرة انها كلمته. فدخلوا قعدوا سوا مع بعض، وقال لها: انت كلمتيني امبارح وطلبت تقابليني وكنتي بتعيطي وقلتي ان دهيوك بيعمل فيكي حاجة بس انت مش عارفة تفهمي او تلاقي دليل. وهي مش مصدقة ليه مش فاكرة اي حاجة من الكلام ده. فقال لها: اللي بتمري بيه ده بسبب دهيوك اكيد، انا بحثت وراه واكتشفت ان مراته تعبت واتجننت بعد ما اتجوزته، فحبسها في مستشفى للامراض العقلية وبعدها اختفت تماما، واسمها بقى مكتوب في خانات المفقودين. حتى سونج قبل ما تتهجم عليكي قابلت دهيوك، وكانت مبسوطة بمقابلته جدا وإنه اداها فلوس كتير، فأكيد دي مش صدفة صح؟ فضحكت بالسخرية، عقلها مش مستوعب كل ده. فقالت له: خلينا نفترض إن كلامك صح ومفيش حاجة جت بالصدفة كده، فهعمل إيه؟ أتطلق منه؟ أيوة طبعا، إيه اللي يمنعك إنك ما تتطلقيش منه؟ مش هقدر أتطلق. انت بتعرفش انا عملت ايه علشان اوصل للمكان ده والمستوى ده؟ عايزني اسيب كل حاجة وارجع للتعب والشقة تاني؟ ليه لازم اضحك؟ ليه؟ هو انا عملت ايه علشان يحصل معايا كده؟ فحضنها علشان يهديها، وهي قالت له: انا بس عايزة اعيش في سلام وامان واحمي المكان اللي انا وصلت له. فقال لها: طيب تمام، خليكي معاه، بس لازم تحمي نفسك منه كويس جدا. وكان بيعيط عشانها لانه مش قادر يحميها من السايكو اللي هي عايشة معاه. فمسحت له دموعه وفضلت تتأمله بصمت. وبالليل كانت في أوضتها الهلوسة شغالة بتسمع أصوات جوه عقلها وتتخيل حاجات، فكسرت كل المرايات وانهارت على الأرض. وجوزها كان واقف بيتفرج عليها، وبعدها خدها يداوي جروحها وقال لها: انتي كسرتي السفرة ودخلتي الدور التالت من ورايا وعديتها، بس المرة دي مش هعديها لك. قوليلي انتي بتعملي كده ليه؟ متضايقة من حاجة ولا ندمانة على جوازك مني؟ لو ندمانة قلبي هيكسر لأني بحبك من كل قلبي بجد. فابتسمت وقالت له: لا طبعا مش ندمانة، ده أنا ما بقيتش بعرف أعمل حاجة من غيرك وتعودت عليك. فابتسم لها بكل حب وقال لها إنه هيوصلها لوكيشن التصوير بكرة علشان يطمن عليها أكتر. بينما جاي أو قابل جون وحكى له اللي حصل، فقال له: هو أنت عندك دليل إن جوزها سايكو ومجنون؟ ما هي دي المشكلة اللي أنا فيها، أنا ما عنديش أي دليل، جين بتتعب كل يوم أكتر عن الأول. فجون قال له: يمكن هي مش تعبانة ولا حاجة وبيتهيألك، جين دلوقتي عايشة بالطريقة المثالية اللي هي عايزاها، ولو اتدخلنا حياتها هتتدمر، فسيبها لوحدها. فجيو اتعصب أكتر وقال له: تمام، أنا هنقذها وأحميها لوحدي، مش عايز من خلقتك الحقيرة دي حاجة. وسابه ومشي. وفي اليوم التاني جين كانت بتجهز للتصوير، والمخرج دخل عليها فجأة وقال لها إنهم عدلوا على السيناريو شوية حاجات. ولما قرأته اتعصبت جدا، والذكريات المؤلمة هجمتها لما شافتهم بيغيروا التفاصيل وخلوا البطلة تخلص على البطل بنفس الطريقة اللي هي خلصت بيها على أبوها، واستعملت نفس المضرب كمان.
وكأن لوكيشن التصوير كله عبارة عن إعادة لمسرح الجريمة في اليوم المشؤوم. وشافت شبح أبوها حواليها بيضايقها ويسخر منها، فما بقتش عارفة تركز وتكمل تصوير، وخدت استراحة قصيرة ودخلت تكمل تصوير مرة تانية، لكنها فقدت أعصابها ونزلت ضرب في الممثل لحد ما خلته يفقد وعيه. والاستاف قرروا يتدخلوا ويوقفوها قبل ما الراجل يموت في إيديها. ولما لفت وشها شافت جوزها واقف يسقف لها بكل فخر على الجنان اللي عملته ده. وطبعا الصحافة مش هتسيب اللي حصل ده، ونزلوا بأخبارهم وعناوينهم إن آجين ممثلة مجنونة. المخرج قال ستوب، وهي مكملة ضرب في الممثل اللي كان بيمثل معاها. والفانز انتقدوها ورجعوا يكنسلوها مرة تانية. حياة المشاهير دي صعبة قوي يا جدعان. فكلمت المخرج، مشهد السطح ده ما كانش موجود في السكريبت، ليه حطيتوه في آخر لحظة؟ فقال لها إن المستثمر هو اللي طلب كده، وقال كان هيسحب تمويله من المسلسل. واتصدمت أكتر لما عرفت إن جوزها وشركته هم المستثمرين المقصودين، فنزلت تقابله وحاولت تبتسم علشان ما تغرقهوش في المسبح ده. وقالت له ممكن أعرف أنت غيرت السيناريو بتاعي ليه؟ فقرب منها، قلتلك أنا عايزة أخليكي مبسوطة وتعتمدي عليا، بس انتي ما فهمتيش، فاضطريت أخليهم يكتبوا عنك المقالات دي علشان تجيلي وتطلبي مساعدتي وأكون جنبك وتكوني جنبي. فاتعصبت، طيب امسح المقالات دي. فابتسم بكل خباثة. هو قال لي خليني أمسحهم، انتي بتاعتي وهعمل فيكي اللي أنا عايزه لأني بحبك. فبصت له بكل كره، انت واحد حقير. هو رد عليها بابتسامة، لو شايفاني حقير وإن اللي حصل لك ده ظلم فاعتبريه عقاب، مش هو ده كلامك؟ فافتكرت إنها قالت الكلام ده لجون، إنها حاسة إن كل اللي بتمر بيه ده عبارة عن عقاب علشان سابت مامتها تموت من غير ما تنقذها أو تساعدها. يعني زي ما توقعنا، اللي كان جنبها ده دو هيوك مش جون، بس هي اللي تخيلت جون لأنها كانت محتاجاه جنبها في فترة تعبها دي. فدو هيوك ابتسم وزقاها في المسبح وهي اتخنقت. قوة المية وضغطها فكرها باليوم اللي أم جون حاولت تغرقها فيه، فاتعصبت أكتر. دوهيوك طلع بيستغلها وبيعذبها فعلا. وهو خارج اتصل على جون وقال له مراتي مش كويسة اليومين دول، كنت عايزك تعتني بيها وتفضل جنبها. وطبعا جون ما استناش ثانية واحدة، بس خد الطريق كله بسرعة وراح لها، لقاها في حالة مزرية. أول ما شافته انهارت من الضحك. النهاردة أنا أدركت إني مش مهمة عند حد، وممكن أترمى في الشارع في أي وقت. يعني بعد كل اللي عملته ده علشان أوصل للقمة، لقيت برضه شخص يقدر يزقني منها ويكسرني. أنا شكلي كده عمري ما هرتاح، بس مش أنا اللي أتكسر صح؟ أنا هاخد منصب دهيوك ومكانه، وأنت هتساعدني صح مش كده؟ هتساعدني؟ فزعق لها، انتي مش شايفة الراجل ده خطير ازاي؟ حبس مراته وقدر يلاقي رقمي ويكلمني علشان اجي اخدك. انتي مفكراه واحد سهل ولا ايه؟ ده هيكسرك قبل ما تفكري تاخدي خطوة واحدة بس منه. طيب وانا ليه دايما انا اللي اخاف وارجع لورا علشان ما حدش يضربني او يكسرني؟ ليه انا اللي بعاني مش هو؟ بس صدقني انا هقدر اكسره، انا هخليه يندم على كل حاجة عملها معايا. وفضلت ماشية تكلم نفسها وجون بيعيط وقلبه بيتقطع عليها. هو عارف ان اللي جاي مش هيكون سهل طالما حطته في دماغها. فرجعت البيت وهي منهارة وطلعت تليفونها القديم وكلمت جي او اللي قال لها اهدي، انا جاهز ومستعد لاي حاجة انت عايزاها. فعيطت، انت بتعمل كل ده علشاني ليه؟ كان نفسه يقول لها لاني بحبك، لكنه قال لها انا بس حابب اكون جنبك ومعاكي. صحيح انه ما عنديش اي حاجة اخسرها وحياتي فاضية، بس انتي كل حاجة بالنسبة لي. في كل مرة بساعدك فيها واسهل الامور عليكي بحس انه ليا فايدة في الحياة دي، لذلك ارجوكي استخدميني زي ما انت عايزة وانا هكون جنبك وتحت امرك. وفي اليوم تاني نزلت قابلت جوزها بكامل نشاطها وحيويتها، وهو مستغرب البنت دي فقدت الاحساس ولا ايه؟ مش كنتي امبارح زعلانة مني وشتمتيني ووقعتي في حمام السباحة؟ ايه اللي حصل وغيرك كده؟ فبصت له باستغراب، حمام سباحة؟ هو انا كنت معاك في حمام السباحة امبارح؟ فضحك بسخرية، هو اللي هيعمله في الناس هيطلع عليه ولا ايه؟ بينما جي او كان بيراقب واحد من رجالة السايكو دويوك لحد ما وقفه وقال له انت اللي حاولت تولع فيا من كام يوم، انا عارف، والحقير دويوك هو اللي بعدك، بس حظكم الاسود اني لسه عايش وهطلع عينكم كمان. وابقى وصل له الكلام ده. فالراجل اتصل على دويوك وقال له اللي حصل، والسيكو كان قاصد يسمع آجين المكالمة وقال له في ناس مهما حاولت تكون لطيف معاهم هم بهايم وبيحبوا الضرب، فعايزك تخلص من جي او ده، مش عايز اشوفه ولا ألمح خلقته في البلد.
علشان اسمه هيعكر مزاجي أنا ومراتي. وهي قاعدة تاكل بكل هدوء كأنه بيتكلم عن شخص غريب. وبالليل العصابة حصروا جي أو وضربوه. وفي الناحية التانية جين بتكمل مشهدها التمثيلي وما تعرفش إن العصابة حدفوا جي أو من السطح خلاص. وبنعرف إن جي أو ثبت كاميرات تسجل كل اللي حصل له صوت وصورة، والتسجيلات دي هتتحول على الميل بتاعه تلقائيا وعلى رقم جين وجون كمان، وكل حاجة متظبطة علشان محدش من العصابة يقدر يهكر تليفونه أو الكاميرات بتاعته. وبعد ما ضربوه أخدوه للسور وهو عقله مش شايف حاجة غير جين وذكرياته معاها، مستعد يضحي بقلبه وروحه، المهم يعمل لها اللي هي عايزاه علشان تستريح. يعني خلاص مش هشوفك تاني. وجون كان في البيت وفجأة وصلت له رسالة من جي أو بالفيديو اللي اتصور علشان يقدر ينقذ أوجين لو هو جراله أي حاجة، وما قدرش يكمل في المهمة دي. وأوجين عرفت إن جي أو ودع الحياة خلاص وانهارت من الوجع. وجون راح للمقر بتاعهم وشاف تسجيل الكاميرات ولحظة رميهم للمسكين جي أو من السطح، واتقهر عليه هو كمان. منكم لله يا كلاب. وفي اليوم التاني جين صحيت وجوزها صحي وراها واستغرب انه مفيش حد في البيت غيرهم هما الاتنين، فقالت له انا طلبت منهم يسيبونا لوحدنا. فقال لها طب اتفضلي قولي اللي انت عايزاه، شكلي عندك موضوع مهم. مش عايزاك تلمسني ولا تحضني، وما تخليش انفاسك القذرة تقرب مني تاني، مفهوم؟ فضحك. انتي ناسية ان احنا متجوزين ولا ايه؟ لا مش ناسية خالص، بس انت اللي ناسي اني مراتك مش الدمية بتاعتك، فعاملني كزوجة وخلينا متساويين في كل حاجة، لاني خلاص لقيت الطريقة اللي هتكسرك وتخليك تعرف مقامك. وشغلت له الفيديو اللي بيقطع قلبي انا شخصيا، وقالت له يا ترى بقى هتخرج نفسك ازاي من المشكلة دي ورجالتك بنفسهم اعترفوا عليك ونطقوا اسمك يا أستاذ قوي مغرور مليء بالمثالية. فقال يلعب على مشاعرها وقال لها ويا ترى بقى صديقك الصدوق ده عارف انك هتستغلي موته بالطريقة دي؟ فقربت منه وابتسمت له بكل ثقة. ايوه عارف وفخور جدا، وسمح لي استخدمه زي ما انا عاوزة، يعني مش استغلال، هو اللي قال لي استخدميني علشان اقدر اوقعك واكسر رقبتك. وادته قبلة الانتصار وسابته ياكل في نفسه وخرجت. وجون اتصل عليها عايز يفهم ايه اللي حصل، فحكت له بكل برود وهو اتعصب عليها. لحد امتى هتفضل عايشة بالطريقة دي؟ بقولك ايه، انا زهقت من الجملتين بتوعك دول، وصدقني بعد وفاة جي او بالطريقة دي انا مش هقف وهاخد اللي انا عاوزاه. طيب انا عندي سؤال اخير ليكي، هي دي النهاية صح؟ وعتيش هتعملي حاجة وهتبطلي تمشي في طريق الدم والانتقام؟ فسكتت لحظة تفكر في الإجابة. واحدة زيها طموحها كل يوم بيكبر أكتر من الأول، وبيطلع في حياتها حرابيق أكتر عن الأول، ومين عارف ممكن تلاقي إكس جديد. فقالت له أنا مش هبطل ولا ناوية أبطل، اللي هيأذيني هأذيه. وقفلت المكالمة في وشه. فكلم المنتج اللي سأله عن روايته إذا هي قصة حقيقية ولا لأ، ووافق يشتغل معاه ويعملوا وثائقي عن الرواية دي. وبعدها قابل دوهيوك وهدده لو قرب من جين هيفضحه وينزل فيديوهات جي او على السوشيال ميديا كلها، وقال له خليك بعيد عن جين وانا هعرف اوقفها بنفسي، انت تتفرج من بعيد وانت ساكت. ومرت الايام والشهور واجين اسمها وصل للقمة في عالم النجومية والفن، واتعزمت لأفخم المهرجانات لأنها المرشحة الأولى لجائزة أفضل ممثلة. وفي اللحظة اللي هي كانت مبسوطة فيها وبتجهز علشان تاخد الجائزة بتاعتها، جون اشتغل مع المنتج الجديد وعملوا فيلم وثائقي عنها، وقابلوا كل الأشخاص اللي ظهروا معاها في الماضي والحاضر والمدرسة والشارع وكافيه السيد شوي وعيلة الممثل كانج. واختلفت الآراء، نص بيقولوا جين ملاك وبلسم خفيف يتحط على الجرح يطيب، والنص التاني بيقولوا إنها شيطان في جلد إنسان، ثعبانة وسمها قاتل، أو حرباية بتتلون على كل لون لحد ما تاخد غرضها واللي هي عايزاه. فقامت تاخد الجايزة وتمثل دور الملاك وتشكر الناس والمعجبين قدام الكاميرات، وما تعرفش إن حقيقتها اتفضحت خلاص، لحد ما لمحت الناس اللي سابوها وانشغلوا بتليفوناتهم يقرأوا أخبارها. فدخلت الكواليس بسرعة
وخدت الصدمة. شافت جون في التلفزيون قاعد في الأوضة وبيعترف بكل حاجة هي عملتها، حتى طريقة استغلالها لمشاعره وإزاي اتلعبت بكل الناس اللي حواليها. فدخلت في حالة هلع ودوامة من الذكريات، وطلعت تجري زي المجانين علشان تلحقه، لكن طاقتها خلصت على الجري والناس اللي بتحاصرها من كل ناحية علشان ياخدوا اللقطة. وجون كان بيحكي القصة بدموعه، هو ما كانش عايز يوصل الأمور لكده، بس هي ما سابتلوش أي فرصة، وهو لازم يوقفها عند حدها، لأن معاناة الآخرين مش لعبة في إيديها، وكمان لأنه خايف عليها من الناس ومن نفسها هي كمان. وبعد ما خلص الفضيحة اللي عملها دي قابلها في الشارع وهي كانت بتضحك زي المجانين من كتر الصدمة. هي توقعت يحصل لها كل حاجة إلا إن جون سيو نفسه يأذيها. فركبت معاه العربية وقالت له ياخدها لأي مكان ما يكونش فيه ناس. فقال لها أنا كنت فاكر نفسي بحميكي، بس طلعت غلطان، انت عمرك ما هتتغيري ولا أنا عمري هقدر أحميكي. فبصت له بسخرية، ياه، وأخيرا أدركت النقطة التافهة دي في حياتنا. للأسف أيوة، دلوقتي أنا مستعد أروح معاكي لأي حتة، حتى لو هنروح للجحيم مع بعض، لأني وعدتك هكون معاكي لحد النهاية. ومسك إيديها وعيطوا مع بعض وقال لها من هنا وجاي خلينا كده ما نعملش حاجة غير إننا نبص في عيون بعض. وفضل سايق العربية بأقصى سرعته لحد ما العربية خرجت عن الطريق ووقعوا من التل. العربية طبقت والأخبار بدأت تذيع خبر وفاة جون داخل عربيته، والممثلة أوجين مفقودة ومحدش قادر يوصل لها أو يلاقيها. وبنعرف إن جون رمى كل صور طفولته وساب رسالة لمامته قال لها فيها كنت دايما حاسس إنك زي الخنجر المغروز في قلبي، مش قادرة أحبك ولا قادرة أسامحك، علشان كده قررت أمحي كل الذكريات اللي هتفكرك بيا وأختفي من حياتك للأبد. وقبل ما أودعك عيشتك أحلى أوقات في حياتك واحتويتك علشان تقدري تكملي حياتك من غيري، وهو ده انتقامي منك. فمامته انهارت من العياط وبدأت تدور على أي صورة ليه أو قطعة من هدومه، أي ذكرى تفضل عايشة عليها. لكن جون محى كل الذكريات، وهي بتجري وبتدور وقعت من على السلم وجابت أجلها. ودهيوك لسه بيدور على أوجين ومش لاقيها، والوثائقي لسه شغال لأنه في حد بعت لهم فيديو من يوم الحادثة بيثبت إن أوجين كانت مع جون في العربية وخرجت منها كمان، ومن وقتها ومحدش لاقيها. وتعالوا نرجع فلاش باك لحظة الحادثة المؤلمة دي. أوجين فاقت وهي ماسكة في إيد جون اللي جسمه اتدشمل خالص، وهي بدأت تصيح وحاولت تخرج من العربية، لكن جون طلع لسه في روح وحاول يوقفها ويمسك إيديها علشان يخرجوا مع بعض، لكنها بعدت عنه وخرجت من العربية لوحدها وسابته لوحده جوه العربية المطبقة دي. وطلعت التل وتأملت العربية بضحكة شريرة، الشيطانة الكوين عمرها ما تموت. وهنا بقى بنوصل لآخر سطر في حكاية أوجين. النهاية اللي شفناها مش نهاية سعيدة ولا حتى نهاية عادلة بالمعنى التقليدي، كانت نهاية بتؤكد حقيقة واحدة بس، إن الكذب مهما طال مصيره بيقع، والتلاعب بالناس مهما كان بذكاء ثمنه بيبقى غالي جدا. أوجين اختارت طريق الأنانية المطلقة، عاشت كل حياتها معتمدة على قراءة الناس واستغلالهم علشان توصل للقمة، بس لما وصلت القمة دي انهارت تحت رجليها، خسرت كل حاجة، خسرت الحب الحقيقي، خسرت الثقة، خسرت الصداقة، وخسرت صورتها قدام العالم. حتى لما طلعت من الحادثة طلعت لوحدها في عزلة كاملة، ويمكن ده أقصى عقاب هي خدته في حياتها. المسلسل ده مش بيوريك قد ايه الأشرار بينتصروا، لا خالص، هو بيوريك ان اللي بيبني حياته على اكتاف غيره بيفضل دايما خايف وعايش في صراع طول الوقت. ومفيش نجاح بيجي من تدمير ارواح الناس اللي حبتك في اي علاقة، سواء كانت صداقة او حب او حتى شغل. ما تفتكرش انك ممكن تكسب وانت بتلعب على مشاعر اللي قدامك، عشان في الاخر اغلى حاجة بنملكها هي صدقنا وانسانيتنا. لو ضيعناهم علشان نوصل لحاجة مؤقتة هنصحى في يوم نلاقي نفسنا واقفين لوحدنا. فما تخليش نجاحك يجي على حساب روحك. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا. دمتم بخير.